انظر هنا وقد اكتست بسوادها تلك الطريق، حتى غدت أيفونة للسالكين لها بريق. إن أنتم عندكم بتذكروا كيف كان الطريق هذا هذيك الأيام؟ أيوة. كيف كان؟ تراب وجبال. تراب وجبال، ونسافر سفر من وادي الذرح لومان ودي العمشة. واليوم بفضل الله عز وجل بعد أن فرش هذا الإسفلت صارت الأمور أفضل، صح؟ أيوة. أكيد أفضل بكثير 1000 مرة. انظر هنا وقد اكتست بسوادها تلك الطريق، حتى غدت أيفونة للسالكين لها بريق. حلم تحقق بعد صبر للمسافر والرفيق. يا أيها الحلم الكبير المنتظر، خففت عنا كل أتعاب السفر، بعد العنا وركوب أصناف الخطر، بعد العذابات التي حفت بآلاف الحفر. ردم الطريق ورش بالإسفلت وانزاح الضرر، لا خوف بعد اليوم من آثار سيل أو مطر. هذا السواد يعد شريان الحياة. بالمختصر. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.